اليوم قعدتنا بنحاول انه يعني مش نسلط الضوء، انه نعطي اضاءة على كثير من الامور اللي لها علاقة في الحياة الزوجية اللي كانت تحدث في تراثنا او في بيئتنا الفلسطينية. هاي البيئة يا اخوان الغنية الحكاية وما تحوي الحكاية واطارها ومشيتها وسهراتها والى اخره. لكن من أجمل الحكاية اللي لها علاقة بهذا الأمر اللي هي اللي كانت تحدث في الحقل. تعرف احنا مجتمع فلاحي بالإضافة للمجتمع التجاري اللي كان على الساحل، لكن حتى بالساحل وبالجبل مجتمع الزيتون، مجتمع البيضر، مجتمع القمحات، مجتمع الحصاد. هذا المجتمع من أرقى المجتمعات، واللي كان يحدث فيها الأهازيج والأغنية والدبكة وإلى آخره والدلعونة. هلا الزواج كان قصة كبيرة، قصة منه قصة بسيطة مثل ما احنا بنتصور أو بنلاقي. كان يعني مثل ما بيقولوا بالدارج كان له طنة ورنة. هاي الطنة اللي هي الحدث والتجمع، والرنة هي الموسيقى، مأخوذين من هون. على كل حال كان في عندنا شخص راعي. هذا الراعي اسمه أبو محمود، على طول يسلك طريق معينة وهو رايح. هذا طبعا المزيات له كراز. هذا الكراز شيء أساس من الحياة، الراعي من حياته هو الأساس. كراز يمشي في بداية مسيرة المعزة أو الغنم أو البوش. البوش هو جمع للمعزة والغنم والبقر، يعني يقولوا له بوش. حتى لما بتقول أنا عندي بوش يعني عندي جميع أنواع اللي بيرتعوا من معزة وغنم وبط ودجاج، هذا بوش. لما بدي أقول معزة بدي أحدد، لما بدي أقول طرش بس معزة وغنم. يعني حتى الكلام كان له خصوصية في هذا الموضوع. فهو رايح أخونا أبو محمود يلتقي دائما باستمرار على جنب الطريق في واحد بيقولوا له أبو صالح. صباح الخير عمي أبو صالح. صباح الخير عمي أبو محمود. يا مرات يميل عليه يقعد عنده ومرات يضل ماشي. هلا وهو راجع كمان مسوي قبل الغياب بشوي. حتى المعزة كانت نفسها هي ترجع تعرف الوقت، يعني تحدد المسالك اللي كانت بالجبال يعرفوها، المسالك اللي كانت في الطرقات يعرفها الكراز طبعا اللي هو يقود هذا شلعة المعزة أو شلعة الراعي. يوم من الأيام اللي هي جاي شلعة المعزة، طبعا أبو صالح ناطر هاي الشلعة، وهي راجعة ما فيها أبو محمود. اتفاجأ أبو صالح إنه شلعة المعزة ما فيها، لكن فيها شاب صغير هيك أول طلعته، بنقول إحنا أول عمره، يعني أول طلعته، اللي هو طبعا هذا محمود. مين بيكون محمود؟ ابن أبو محمود. هلا ما ماخذ أبو صالح، قام أبو صالح اللي كل يوم بيلتقي بأخونا أبو محمود ندى عليه اجا. تعرف سلام عمي. قال له انت عمي ابو صالح. دغري الولد او هذا الشاب اللي اول طلعته بادروا انه لانه كان ابوه يحكي. قال له وين ابوك ابو صالح؟ قال له مبين اليوم شلة المعزة انت اللي عم بتقوله. وين ابوك يا عمي؟ قال له والله الصراحة يا عمي انه ابوي يعني شبه مريض او شبه. قال له احكي لي شو القصة. قال له انت ما ملاحظ انه في شيء متغير بشلعة المعزة؟ قال له والله انا لاحظت لا في صوت جرس ولا في كراز. قال له اياها. والله الكراز اعطاك عمره وابوي زعل على الكراز. هز براسه ابو صالح. قال له ولا يهمك يا عمي. قال له يا عمي انطرني شوي. فات ابو صالح لجوا، تقول من ورا البيت بالحكوره بتاعته اللي هو جارب، يعني الثني اللي هو يعني السخل بصير عمره 2 سنين،
يعني هذا مؤهل انه يكون كراث. قال له شو هذا يا عمي؟ قال له تاخذوا هذا لأبوه وبتقول له هذا بعد شوي بصير كراث محل الكراث اللي مات. قال له يمكن أبوه ما قبلش. قال له لا. قال له ما هذا أعطاني إياه أبوك معزاي، ومن زمان أعطاني إياه وخلفت عندي، وهو فضله ثابت، فخلفت عندي أنا خليت لإلي واحد وهذا الواحد. انبسط محمود كتير. شغلة مش هينة إنه ترجع شغلة شلقة المعزة ويكون فيها كراث جديد. فلما رجع على البيت أبوه أبو محمود اللي هو تعب من موت الكراث كان نطر. تعرف محمود أول مرة بيطلع على الراعي فنطر شوي، اللي شاف المعزة جاي تاري هو كراث ابن كراث دغري اتخذ مكانه وماشي بالأول هذا الثاني. انبسط كتير أبو محمود. قال له يا محمود أنا شايف. قال له يابا اللي حصل 1 2 3. قال له أبو صالح أعطاك إياه وقال لك إنه أبوه حط. قال له والله يابا. قال له الصبح قبل ما تروح على الرعي خليني بدي أروح معك. قال له صحصحت. قال له الحمد لله. الصبح قال له يا مرة أبو محمود قبل ما تطلع شيء يا خديجة. ردت خديجة. اجت خديجة. قال لها ناوليني الفرس الخضراء وبتحمليها خابة زيت وبتحطي خيشتين زيتون، الخيشة اللي بحطوا فيها الزيتون، وخابة زيت. خابة زيت عبارة عن 5 تنكات زيت بقياسنا اليوم. حملهم على هالفرس الخضراء وراح فيها. وصلوا التقوا بمين؟ بأبو صالح. حول عنده عم هذاك مجهز القهوة. قال له شو هذا؟ نزل يابا محمود، نزل الخابة ونزل خشاد الزيتون. قال له يابا محمود شو هذا؟ يعني أنا من شان أعطيتك هالثني لتعمل كراث أنت؟ قال له لا. قال له ما أنت قلت لمحمود هدول من المعزاي اللي أنت أعطيتني إياها، فهدول من الزيتونات اللي أنا زرعت عندك. قال له أنا إمتى زرعت عندي أنت زيتون؟ قال له أنت إمتى أنا حطيت عندك؟ هيك كنا وهيك حنبقى. قال له علي الطلاق، هاي الفرس الخضراء ما بترجع إلا راكبة عليها عروس، وبنت هدية لابنك محمود، هدية اسمها هدية وهي هدية. وهيك وبالفعل اتجوز محمود هدية وعملوا له العرس الفلسطيني. هيك كنا نتجوز وهيك كنا عايشين. وبعدين بنحكي لكم شو قصة العرس الفلسطيني.